يبدأ الفيلم مع بنت جميلة اسمها أريس واللي بتكون في السوبر ماركت وبتشتري طلبات، وبالصدفة بتقابل شاب اسمه جوش، وأول ما بيشوفها بيتوتر وبيوقع البرتقال كله على الأرض. فتضحك أريس وبتعجب بجوش من أول نظرة، وهو كمان بيكون واضح عليه إن هو أعجب بيها من أول ما شافها. وبعد كام شهر بنشوف أريس مع جوش في عربيته، وبيكونوا رايحين يقضوا أجازة نهاية الأسبوع مع أصحاب جوش في مكان بعيد عن المدينة. ولما بيوصلوا بتلاحظ أريس إن البيت في مكان معزول ومفيش حواليهم أي بيوت تانية قريبة منهم. وقتها بتفتح لهم كيت صاحب جوش وبترحب بيهم، ولما بيدخلوا البيت بتتعرف أريس على باقي أصحاب جوش واللي هم إيلي وصاحبه باتريك. وهنا بيظهر سيرجي حبيب كيت واللي بيكون هو صاحب البيت وهو اللي عازمهم. وبنعرف هنا إن سيرجي غني جدا وعنده فلوس كتير، وده لأنه هو رجل عصابات وبيشتغل في تجارة الممنوعات والسلاح. بعدها كلهم بيتجمعوا على السفرة وبيتعشوا سوا، وبتفضل أريس تتكلم عن جوش قدامهم وبتقول إن هو أحسن حاجة حصلت لها في حياتها، وإن من غيره هي عمرها ما كانت هتبقى مبسوطة، وإن هي بتحبه جدا لدرجة إن هي مش عايزة تعمل حاجة في حياتها غير إن هي تخليه يكون سعيد ومبسوط في حياته. وبعد العشاء بتقعد كيت مع أريس وبيتكلموا لوحدهم، وبتعرف أريس من كيت إن هي مش مبسوطة في علاقتها مع سيرجي علشان سيرجي مش بيحبها وبيعتبرها مجرد حاجة من أملاكه اللي هو بيتسلى بيها وبس، وإن هو ممكن يستبدلها بأي واحدة تانية في أي وقت. وبعدها بيشغلوا مزيكا وبيرقصوا كلهم وبيكونوا مبسوطين جدا. وتاني يوم أريس بتكون عايزة تروح تقعد عند البحيرة، وبتكون عايزة تاخد جوش معاها، لكن جوش بيعتذر لها وبيقول لها إن هو عنده صداع وهياخد شاور وهيقعد يستناها لحد ما ترجع، وبيطلب منها إن هي تروح وتستمتع بوقتها. وبيظهر إن أريس اتضايقت لكنها مش بتبين قدام جوش وبتسيبه وبتمشي. لكن أول ما بتوصل عند البحيرة بتكتشف إن في سكينة جوه جيبها، وما بتكونش فاهمة سبب وجود السكينة دي معاها. فبتحاول إن هي تفكر علشان تعرف مين اللي حط السكينة دي في هدومها، بس فجأة بتلاقي سيرجي بيوصل للمكان، وساعتها بيحاول إن هو يتكلم معاها وبيكون عايز يقرب منها، لكن أريس بترد عليه بأدب وبتقوله إن هي هترجع للبيت. فبيترجاها سيرجي إن هي تقعد معاه شوية، وده لأن هو حاسس بالوحدة. وأول ما أريس بتوافق إن هي تقعد معاه بيطلب منها تدهن له ظهره لأن هو مش عارف يعمل كده. ومع إن أريس بتستغرب من طلبه ولكنها بتوافق. وفي الوقت ده بيكون جوش قاعد مع أصحابه في البيت، وبيكونوا قاعدين بيتكلموا وبيهزروا مع بعض لحد ما فجأة بتدخل عليهم أريس ووشها كله متغرق دم، فبيتخضوا كلهم من منظرها. وبيسألها جوش عن اللي حصل، فبتحكي له إن سيرجي حاول يعتدي عليها بس هي ضربته بالإزازة على دماغه ووقعته على الأرض، لكنه قام تاني وضربها وكان عايز يموتها. ووقتها هي ما كانش قدامها غير إن هي تدافع عن نفسها، فطلعت السكينة من جيبها وطعنته بيها في رقبته وموتته. وبتفضل أريس تقول لجوش إن هي كانت مضطرة تعمل كده وإن هي ما قصدتش تقتل سيرجي. وفجأة جوش بيطلب منها إن هي تنام، فبتنام أريس وبتقف عن الحركة تماما، وبعدها بيربطها هو وأصحابه في الكرسي. وبنعرف وقتها إن أريس عبارة عن روبوت اشتراه جوش من شركة تكنولوجيا. وأول ما جوش بيشغل أريس مرة تانية بتكمل كلامها وبتفضل تقول له إن اللي حصل ده مجرد حادثة، وبتأكد له إن هي بتقول الحقيقة ومش بتكذب عليه. فبيقول لها جوش إن هو متأكد إن هي بتقول الحقيقة لأن هي مش مبرمجة أصلا على الكذب. وهنا بتتصدم أريس من كلامه وما بتكونش فاهمة حاجة، فبيعرفها جوش إن هي روبوت مش إنسانة. فبتستغرب أريس وبتقول له إن هي عندها مشاعر وبتحس زيه بالظبط، فبيفهمها إن المشاعر دي من ضمن برمجتها لأن هي مبرمجة على إن هي تكون حبيبته، وإن كل اللي هي عاشته معاه كان مجرد محاكاة للواقع مش أكتر. وحتى المرة اللي هي قابلته فيها قبل كده يبقى ذكرى وهو خزنها في البرنامج بتاعها. فبتتأثر أريس لما بتعرف الحقيقة وبتعيط، فبيقرب جوش من أريس وبيمسح دموعها، وساعتها بيقول لها إن الدموع دي مش حقيقية وإن دي مية عادية موجودة في خزان صغير جوه جسمها. وأثناء ما هما بيتكلموا بيسألها فجأة عن أحوال الطقس، فبترد عليه أريس وبتقول له على درجة الحرارة بكل دقة. فهنا بتبدأ تستوعب أريس إن كلام جوش حقيقي، وعلشان
وعلشان جوش يخليها تصدقه اكتر بيطلع تليفونه وبيستخدم برنامج التحكم وبيبدأ يسألها لو بتعرف تتكلم لغات مختلفة، وبتتفاجئ اريس ان هي بترد عليه بنفس اللغات اللي هو سأل عنها. ساعتها بس بتصدق اريس ان هي روبوت، ومع ذلك بتقوله ان هي عايزة تكون جنبه وهتفضل تحبه. وقتها بتيجي كات وبتستغرب ان جوش شغل اريس مرة تانية وبتطلب منه وهي متعصبة ان هو يطفيها. فهنا بتتخض اريس وبتترجى جوش انه ما يعملش كده. وقتها بيقوم جوش وبيروح يتكلم مع كات لوحدهم وبيقول لها انه ما ينفعش تقول كده قدام اريس، وبيعرفها ان هو هيودعها وبعدها هيفصلها على طول. بس كات مش بتقتنع بكلامه وبتقوله ان اريس مجرد دمية، وبتفكروا ان هم عندهم حاجات تانية اهم. والمفاجأة هنا ان كات وجوش هم اللي خططوا لقتل سيرجي واستخدموا اريس علشان تنفذ هي الجريمة ومحدش يحاسبهم. وفي الاثناء دي اريس بتلاقي السكينة على الارض، بتوقع نفسها على الارض وبتفضل تزحف لحد ما بتوصل لها وبتبدأ تقطع الحبل اللي هي مربوطة بيه. ولما جوش بيرجع لها تاني بيلاقيها واقعة على الارض، وبمجرد ما بيقرب منها بتضربه بقوة وبيغمى عليه وبتاخد تليفونه اللي بيتحكم فيها من خلاله وبتهرب. وبعد ما جوش بيسترد وعيه بيقعد هو وكيت مع إيلي، وساعتها جوش بيعترف لإيلي ان هو عدل برمجة اريس ورفع مستوى العدوانية عندها. فبيستغرب إيلي لان كده جوش خالف قوانين الشركة اللي صنعت اريس. فبيقول له جوش ان هو عمل كده لان هو كان عاوز يتخلص من سيرجي، وان هو اللي حط السكينة في جيب اريس من غير ما تاخد بالها. فبيتصدم إيلي لما بيسمع كلام جوش، وبيتصدم اكتر لما بيعرف ان كات مشاركة معاه في الجريمة. لكنه لما بيعرف ان هم هياخدوا فلوس سيرجي كلها بيهدى وبيروح معاهم عند الخزنة بتاعت سيرجي وبتفتحها كات قدامهم. وده لان هي في خلال علاقتها بسيرجي قدرت تعرف الرمز اللي بيفتح الخزنة. وساعتها جوش بيقول لهم ان الفلوس اللي في الخزنة هتتقسم عليهم هما التلاتة. وبنعرف هنا ان باتريك صديق إيلي يبقى روبوت زي اريس بالظبط، وبيكون إيلي مشتريه من نفس الشركة اللي جوش اشترى منها اريس. بعدها بيقرروا ان هم يدوروا على اريس في الغابة، وفي اللحظة دي بتكون اريس قاعدة في الغابة ومصدومة من اللي هي عرفته عن نفسها، وبتمسك تليفون جوش وبتبدأ تعدل من صفاتها. وساعتها بترفع معدل ذكائها وبتخليه 100%. بس فجأة بتلاحظ ان إيلي وباتريك جايين ناحيتها، فبتستخبى بسرعة ورا شجرة وبتسمع إيلي وهو بيتكلم مع باتريك وبيعرفوا ان جوش رفع مستوى عدوانية اريس وخلاها تقتل سيرجي، وبعدها كان عايز يخلص منها. فبيقلق باتريك وبيسأل إيلي لو هو هيخلص منه زي ما جوش عمل مع اريس. في اللحظة دي جوش بيتصل باريس وبيسمع إيلي وباتريك صوت رنة التليفون، فبيخمنوا ان اريس قريبة منهم وبيروحوا ناحية الصوت. وقتها بتجري اريس منهم قبل ما يوصلوا لمكانها، واول ما إيلي بيشوفها بيضرب عليها نار، بس الطلقة مش بتصيبها. وبيطلع إيلي يجري وراها لحد ما بيقدر يحصلها وبيقعوا سوا من فوق منحدر عالي. وساعتها بيقع منه مسدسه على الارض، بس إيلي بيتحرك بسرعة وبيمسكه قبل ما اريس توصل له وبيهجم عليها وبيحاول يقتلها. لكن اريس بتدافع عن نفسها بكل قوة، وساعتها بتخرج طلقة من المسدس وبتيجي في إيلي وبيموت في ساعتها. في اللحظة دي بيوصل جوش للمكان وبيجري ورا اريس، لكن اريس بتكون اسرع منه وبتوصل لعربيته وبتركبها. وبيحاول جوش ان هو يفهمها ان هو مش هيأذيها، لكن اريس بتتجاهل كلامه وبتحاول تشغل العربية. ولما بتعرف اريس ان العربية بتشتغل ببصمة صوت جوش بتغير نبرة صوتها لصوته وبتشغل العربية وبتمشي بيها من المكان بسرعة. فبيرجع جوش على البيت بسرعة وبيتصل بالشرطة وبيبلغ عن سرقة العربية. وفي الوقت ده بتتعطل العربية وبتقف على الطريق وبتتحبس اريس جواها. بعدها بيتصل جوش باريس وبيقول لها ان هو هيسامحها على اللي هي عملته، وبيعرض عليها ان هم يبدأوا صفحة جديدة مع بعض. لكنه بيتصدم لما بيكتشف ان اريس عرفت باللي هو عمله وان هو استغلها علشان يقتل سيرجي، وبتعرفه ان هي خلاص قررت تنفصل عنه. فبينهي جوش المكالمة وبيجري بسرعة على الغابة، وهناك بيحاول يخلي باتريك يروح ورا اريس ويخلص عليها. لكن باتريك بيكون قاعد في مكانه ومش بيتفاعل معاه. فبيمسك جوش ايد صاحبه إيلي وبيحطها على زرار تشغيل باتريك واللي بيكون موجود ورا ودنه وبيعمل له اعادة ضبط. وبعدها بيبرمج باتريك علشان يكون هو المتحكم فيه، وساعتها بيخلي مستوى العدوانية عند باتريك 100%. وفي الوقت ده بتكسر اريس ازاز عربية جوش وبتخرج منها، بس بتتفاجئ ان في عربية
عربية شرطة بتقرب منها، وبينزل الشرطي من العربية وبيتكلم معاها، ولأن هي ما بتعرفش تكذب فبتضطر إن هي تتكلم معاه بلغة تانية علشان ما يقدرش يفهمها. ساعتها الشرطي بيشوف السكينة جوه العربية، فبيرفع السلاح على أريس علشان يقبض عليها، وبياخد منها تليفون جوش وبيحطه في العربية. لكن باتريك بيجي بسرعة وبيهجم على الضابط وبيفضل يضربه بعنف شديد جدا لحد ما بيموته. فبتجري أريس بسرعة علشان تهرب من باتريك، بس باتريك بيمسك تليفون جوش وبيفصلها، وبعدها بياخدها وبيرجع بيها على البيت. ووقتها جوش وكات بيتصدموا لما بيلاقوا باتريك راجع بعربية الشرطة، والصدمة الأكبر لما بيشوفوا جثة الشرطي في شنطة العربية. وهنا كات بتترعب لأن الموضوع كبر، فبتقرر إن هي تاخد نصيبها من الفلوس وتهرب. وبيحاول جوش يقنعها تفضل معاه ويقول لها إن هو هيقدر يتصرف، بس كانت بترفض ان هي تسمع كلامه وبتكون مصممة على رأيها. فساعتها جوش بيؤمر باتريك ان هو يمنعها، ولان باتريك مستوى العدوانية عنده عالي جدا فبيمسك السكينة وبيطعن بيها كات وبيموتها. وما بيكونش قدام جوش وقتها غير ان هو يتخلص من كل الجثث ويرميهم في الغابة. وبالليل بيقعد على السفرة قدام أريس وبيشغلها، وساعتها بيقلل مستوى ذكائها للصفر، وبيأمرها ان هي تحط ايدها على الشمعة اللي قدامها، وده كعقاب ليها لان هي ما سمعتش كلامه. وبيتصل جوش بالشركة وبيبلغهم ان أريس حصل فيها عطل فني وخرجت عن السيطرة. وبعد ما بينهي المكالمة بيطلب من باتريك ان هو يطفي النار اللي مسكت في ايد أريس. وبعدها جوش بيؤمر أريس ان هي تمسك المسدس وتضرب نفسها بطلقة في دماغها. ولما بيوصل عمال الشركة بيبلغهم جوش بالجرائم اللي أريس ارتكبتها، وان هي بعد ما عملت كده موتت نفسها. وساعتها بيكون باتريك منتحل هيئة ضابط شرطة، وده علشان محدش من العمال يتصل بالشرطة. فبيقرر العمال ان هم ياخدوا أريس ويرجعوا بيها على الشركة. وبيعرف جوش منهم ان الشركة هتراجع لقطات ذاكرة أريس، وده علشان يعرفوا ايه اللي حصل ويتأكدوا ان هو مش بيكذب. وبيتصدم جوش لما بيعرف ان ذاكرة أريس موجودة في بطنها مش في دماغها زي ما هو فاكر. وقبل ما العمال يمشوا من قدام البيت بيلاقوا باتريك واقف قدامهم وبيرفع المسدس وبيضربهم بالنار وبيموت واحد منهم. لكن العامل التاني مش بيتصاب، وبينزل بسرعة من العربية وبيجري جوه الغابة. فبيجري باتريك وراه علشان يلحقه ويخلص عليه زي ما جوش طلب منه. وفي الوقت ده بتكون أريس جوه العربية ومتوصلة بجهاز إعادة التشغيل، ولما إعادة التشغيل بتكمل بتنزل من العربية بسرعة. وقتها باتريك بيكون وصل للعامل وعلى وشك إن هو يقتله، بس فجأة بتظهر أريس. فبيقول لها باتريك إن هي مش هتقدر تقتله لأن هي تم إعادة تشغيلها مرة تانية، وبالتالي فهي مش مبرمجة على القتل اصلا. فبتتكلم أريس معاه وبتفهمه ان جوش بيخدعه وان هو مش صاحبه لان صاحبه الحقيقي مات، وده معناه ان جوش استغله وخلاه يرتكب جرائم كتير زي ما عمل معاها. ساعتها باتريك بيحصل له تشويش في ذاكرته، وبتبدا ذاكرته تسترجع لحظاته مع إيلي. ووقتها بيزعل باتريك جدا لان جوش استغله وما بيكونش حابب ان هو يعيش روبوت تاني. فبيقرر ينهي حياته وبيحط الصاعق في بقه لحد ما بيفصل وبيقع على الارض. بعدها أريس بتطلب من العامل خدمة بما ان هي انقذت حياته. وفي الوقت ده بيكون جوش في البيت وبيحط الفلوس في شنطته علشان يهرب، لكنه بيتفاجئ ان أريس بتدخل عليه وبترفع عليه المسدس وبتقول له ان هي خلاص بقت حرة، وده لان عامل الشركة لغى خاصية التحكم فيها، وبكده بقت هي الوحيدة اللي بتتحكم في نفسها. بس جوش ما بيصدقش كلامها وبيمسك تليفونه علشان يحاول يتحكم فيها، لكنه بيتصدم لما بيتأكد ان خاصية التحكم مش شغالة فعلا. فبيقرب منها وبيحاول يفكرها ان هي حبيبته، وفجأة بيهجم عليها وبياخد منها المسدس وبيوقعها على الارض. وبعدها بيحط المسدس على بطنها وبيقول لها ان هو مش هيكرر نفس الغلطة تاني، وبيقول لها ان هو هيقتلها علشان يخلص منها. لكن فجأة بتطعنه أريس بجهاز فتح ازاز المشروبات في دماغه وبتخلص عليه. وتاني يوم بتغير أريس هدومها وبتاخد الفلوس، وبعدها بتركب عربية من العربيات اللي في البيت وبتمشي. وبتكون أريس مبسوطة لان هي بقت حرة وهتقدر تستمتع بحياتها من غير ما حد يتحكم فيها. ولحد هنا وبيخلص الفيلم. الفيديو ده كتبته ومنتجته صوفي، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا فيديوهاتنا الجديدة، وتابعونا على فيسبوك وتيك توك وانستجرام. واشوفكم الفيديو اللي جاي، واحلى سلام.